عارف مين بره؟ مين؟ الاستاذ بلتاجي. بلتاجي؟ مش معقول. وعارف مين معاه؟ عبد الرازق. عليك نور يا سعجيز. دول ايه اللي جابهم وعايزين ايه؟ انا عارف اللي عايزينه. المهم خليهم يخشوا. حاضر. اتفضلوا اتفضلوا بهوات، خطوة عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بالحضن يا عجيز، ازيك وازاي صحتك؟ الحمد لله. اقدم لك الاستاذ عبد الرازق. طليق زاهية؟ المحامي مش طليق زاهية. ما اقصدش، على قد فهمي. ايه بقى يا سيدي الحكاية دي؟ بقى معقولة راجل زيك في قوتك وجاهك ويساعد واحدة زي زاهية؟ وما ساعدهاش ليه؟ بس احنا البعض. انت جاي لي بعد ما جرحتني وقلت عليا ما معناه ان انا حرامي؟ انت عارف ان المعركة الانتخابية بيكتر فيها الكلام والحديث، وانا ما قلتش كده. انا عندي اللي سامعك بنفسه، وانا متأكد انك قلت انا حرامي يا بلتاجي بيه. سرقت ايه منك ولا من غيرك؟ احنا دلوقتي جايين نقفل على اللي فات وتعيد ترتيب موقفك، خصوصا وان النجاح المؤكد لبلتاجي بيه، فاظن احسن تراهن على اللي هينجح. انا راهنت عليه كتير قبل كده ونجح، وادي وش الضيف. احنا في دلوقتي ما اقدرش اديك كلمة. يعني ايه؟ يعني بعد اللي حصل لي منك انا مش معاك. اسمع يا عجيز، اوعى تكون فاهم اني خايف من زاهية ولا من وقوفك معاها. انا جيت اديك فرصة تراجع موقفك عشان نفضل حبايب. وانت راجل يهمك مصلحتك في الاخر، ومصالحك يعني ممكن بعد نجاح البلتاجي بيه تبقى. لا 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 لا، ايه ده تهديد؟ احنا ما بنهددش حد، بس اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اولا انا بيتي مش من ازاز، تاني حاجة انا ما بحدفش حد، تالت حاجة انا عندي شغل ملخوم. بتطردنا؟ طيب يا عجيز، طيب بينا يا استاذ عبد الرازق. اسمعي يا نوال. نعمين يا زهي. أنا عايزاكي تركزي على اللي هقولهولك. حاضر. يوم الانتخابات بإذن الله شغلتك الحريم. ازاي؟ يعني كل حريم الزمام تركبيهم العربيات انت واختي. لازم الحريم اللي عندهم حق الانتخاب يروحوا كلهم اللجان. عايزين نسهل لهم المأمورية على الآخر، لأن دولت اللي هيرجحوا كفتي. مش عايزة ست ما تنتخبش، كلهم يروحوا يا نوال. حاضر يا اختي، ما تنعيش هم الحكاية دي. وبصي هتقولي لهم هيعملوا ايه في الورقة وهيعلموا عليها ازاي. اوعي حرمة تفلت منك، والعربيات هيجهزها العجاز. حاضر، حط ببطنك بطيخة صيفي. يا سعجيز الحكاية في ايه؟ ايه المصاريف دي كلها؟ مصاريف الانتخابات. احنا داخلين على مبالغ عالية قوي، والكشوفات اللي في ايدي بتقول كده. ما انا عارف، والحكاية تستاهل. احنا خلاص خسرنا التاني، ما بقناش غير زاهية دي. طب ما مسكتش العصاية من النص ليه؟ انا طول عمري بمشي باحساسي في التجارة، وانا احساسي ان زاهية اللي هتنجح. بوقوفك وراه زي بعض بس تنجح. بس انا برضو حبيت انبهك ان المصاريف عالية. خلاص ما عادش في قدامنا حل غير كده. طب مش هتكتفها؟ يا اخي انا عارف انا بعمل ايه، المهم تعملها وتنجح. فيه ايه يا قريطة؟ نجحت في الانتخابات يا زاهية. ايه؟ مش ممكن، انا نجحت. ايوه يعني غلبت عبد الرازق واللي معاه. وعبد الرازق كان مرشح نفسه. يا حلاوة. اسكت يا غبي اسكت، هو اللي كانت حاطاه في دماغها. يا ما انت كريم يا رب، بقى انا انتصرت على العتاولة. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يابا. مبروك يا زاهية. الله يبارك فيك يا اختي يا حبيبتي. مبروك ليك يا زاهية. مبروك ليك انت يا عجاز، البركة فيك انت، ولولاك كنت انا نجحت. البركة في ربنا يا ستي. انتصرت على العتاولة ومحترفين الانتخابات. يا ما انت كريم يا رب. دخلت في زبرة المشاهير واللامعين. انا خدامة بلدي، الناس بتحبني قوي يا عجاز. اسمع يا ريتم. أيوه. انا عايز هيصة، عايز شربات دبايح، عايز زيطة. يا اخويا بقى. انت لسه هتصرف كمان يا عجاز؟ كفايه كده يا ستي ولا يهمك، انا النهارده اسعد ايام حياتي، طلعت فرستي في محلها. يا ما انت كريم يا رب، مش مصدقه. ما تدفعي كام زغروطه سرايا واقفه كده ليه؟ زغرت يا ريتم. بقى دي عزبه دي، بقى دي دايره دي، بقى اللي تنجح زي والراجل القبها المتعلم الراقي بلتاجي بيه يسقط بالثلث. الناس ورغبتها يا عمده. ماني عارف يا متخلف ان الناس ورغبتها، بس دي رغبة ايه الهباب دي؟ هي اللي هتخدم يا عمده. وجالك منين ان هي اللي هتخدم يا باش متخلف؟ بكره تشوف يا عمده. اشوف ولا ما اشوفش، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه.
بقول لحضرتك ايه يا حضرة العمدة؟ عايز ايه يا سي غفير افندي؟ اني بقول تلايمها مع زاهية وصلت. مش طايقها. ده كلام برضو يا عمدة، لازم تطيقها. اسمع كلامي. طب كفايه ما تخليش انخ. اني بتكلم للمصلحة، مصلحة العمودية كده يا عمدة. الله، الظاهر كلامك مظبوط يا متخلف. دخل الشاي يا عم موسى لو سمحت. حاضر يا زاهي. شوفوا بقى، انا جمعتكوا هنا عشان عايزه ابتدي شغل على طول، عشان ما يقولوش اننا كنا بنقول كلام انتخابات وبس. ماشي، احنا تحت الامر. احنا في الخدمة. دلوقتي اهل العزبه والعزب اللي حوالينا اهلنا وناسنا كلهم، أنا الأوان بقى إن انتوا المتعلمين تردوا الجميل. أنا لميتكوا عشان نبتدي مشروع العلام. كل واحد فيكوا أجيب له سبورة ونحطها له إن شاء الله في قهوة أو في دوار في بيت كبير حتى في الغيط. فكرة كويسة. كل واحد يعلم له بقى 5 6 ويبتدي يشتغل معاهم. حاضر يا ست زاهية. ماشي يا استاذ زاهية. ماشي حاضر. العبرة بإنكم تسلموا ناس متعلمة، ناس تعرف تقرأ وتكتب، تعرف تعد وتحسب. البلد يا اخوانا يا متعلمين بتستلف وبتعلمكم، ورد الجميل انكم زي ما اتعلمتم تعلموا غيركم، وكل اللوازم كل المطلوب انا مسؤولة عنه هدبره. عداك العيب يا استاذة زاهية. نفسي ومنى عيني الاقي دايرتي وبلدي نسبة الأمية قلت فيها ونسبة العلام زادت فيها. عايزاكم تشرفوني وترفعوا راسي. ان شاء الله يا استاذ زاهية. يا استاذ زاهية. ربنا يوفقنا ان شاء الله. ربنا يوفقنا. خش بالشاي يا جدع. يا اهلا ده ايه النور ده؟ ده نورك يا عجيز. اتفضل، جبت لك الموافقات اهي. برافو عليكي. حتة الارض دي عذبتنا في تسجيلها. ما خدتش مني اي مجهود، بس الحق عايز اللي يسعاله. ما انت عارفة انا مشغول قد ايه. الله يكون في العون. ادي احنا بنتعاون. وادي يا سيدي موافقة الحديد المسلح. برضو برافو عليكي. اصلاني منظمة وقتي، بروح من الفجر على راسهم في المكاتب. عملت لك كل السبورات المطلوبة. تعيش للخدمة العامة. انا في خدمة الخدمة العامة الممثلة في شخص زاهية، وجبت لك كمان كل التباشير والكراريس واللازم منه. أنا ممنونة منك يا عجيز، ربنا يخليك للبلد. انا ما عملتش حاجة، كلها حاجات بسيطة. كنت بقول ايه؟ نعم. انا متهيألي يلزمك عربية صغيرة. عربية ايه اللي بتقوله ده؟ بعدين ابقى اجيبها. وبعدين ليه؟ ما تاخدي عربية تعمل لنا بيها شغلنا وشغل الناس ومصالحهم. الحقيقة اليوم ما بيكفنيش لخدمة الناس ومصالحهم يا عجاز. ما انا عارف. بس يعني هجيبها ازاي؟ بس واحدة من 3، يا تقبليها هدية، يا تخليها باسم وتستخدميها، يا تاخديها وتقسطي ثمنها اللي يعجبك. مفيش بيننا وبين بعض فرق. اخدها هدية؟ لا يا عجاز، ما اقبلش. وكون هتفضل باسمك برضو محرجة. يبقى مفيش غير نمرة 3، تاخديها وتقسطي ثمنها. اذا كان كده معلش ما يضرش، بس خليك حنين بقى في تمنها. قسطيها ان شاء الله كل شهر ربع جنيه. وده معقول ده؟ سلام عليكم. اهلا يا عم الشيخ. فين الست زاهية؟ جوه مع الجماعة. تعالى يا شيخ حسن، أنا هنا. ده كلام ده يا زاهية؟ فيه ايه؟ وكمان مش عارفة فيه ايه يا زاهية؟ لا مش عارف. البلد كلتها قاعدة تذاكر وتقول أبا تسجع 1 زائد 1 يساوي 2. ده كلام ده؟ هو العلام وحش يا شيخ حسن؟ مين قال انه وحش؟ بس العلام لازم يبقى عن طريقي. بقى الحكاية كده. اما العلام يبقى ببلاش، محدش هيجيلي. هشتغل اني ايه بقى؟ بيع فجل؟ يا شيخ حسن، ده احنا عايزينك وعايزين 100 زيك، وعايزين قد اللي بيعلموا دول 500 مرة، ومحدش يقدر يمسك في أكل عيشك. ماني خايف. كل ما اروح في حتة الاقيها بتقرا وتكتب، في الغيط بيقروا، في الجامع بيقروا، في القهوة بيقروا، ولسه عايزين قد كده عشرات المرات يا شيخ حسن، وانت مش هتتأثر صدقني. بيني وبينك أنا خايف يا زاهية. لو قلت تعريفة واحدة تعال لي يا شيخ حسن، بالعكس انت هتكسب اكتر وهيجيلك ناس اكتر. ازاي؟ لما يبقى فيه وعي تعليمي، الرغبة في العلام التقيل هتكتر، وفي الحالة دي مش هيلاقوا احسن منك يعلمهم العلام التقيل. اسألناني. يعني تتعهدي بكده؟ امال يا شيخ حسن هتشوف، احنا مش عايزين نحارب الجديد لمجرد انه جديد، يمكن الخير كله في الجديد يا شيخ حسن.
عليك نور انت واللي علمك. يعني النور كله ليك انت يا شيخ حسن. واين القرفة؟ القرفة جاية حالا، القرفة يلي جوه. ايه مالك يا استاذ عبد الرازق؟ ماليش يا سعاد. مالكش ازاي؟ انت وشك لا مؤاخذه ازرق وانت خارج من عند الاستاذ. استاذ بلتاجي بيعاملني معامله وحشه بعد ما سقط في الانتخابات. لا بيتهيألك، هي دي معقوله؟ تلاقي بس متضايق عشان عدم التوفيق. نظراته مش عجباني، مع انه اول واحد يعرف انا وقفت جنبه قد ايه ضدها. ما يمكن ده سر نظراته اللي مش عاجباك يا استاذ عبد الرازق. ازاي بقى؟ انا هقول لك تفسيري وما تزعلش مني. قول. الاستاذ مش هيأمن لك تاني. ايه؟ ازاي؟ ليه؟ زمانه بيقول في عقل باله اذا كان عمل كده في ام عياله، امال هيعمل فيا انا ايه؟ سعاد انا قلت لك انك هتزعل مني. يعني ايه؟ يعني انت غلطت، لا كسبت ده ولا كسبت دي، وكمان خسرت نفسك. انا بقول ورزقي على الله، ان شاء الله يا رب تخنقني. رايح فين يا استاذ عبد الرازق؟ استاذ عبد الرازق، استاذ عبد الرازق. شوف بقى اما اقول لحضرتك، الزرع روحه في الميه، وانت سيد العارفين، واحنا عايزين حقنا في الري. مش بكترة المية يا زاهية. مين قال كده؟ احنا عايزين الاصول، عايزين الميه توصل لنا في ميعادها وتوصل بالمؤنن المظبوط. احنا السنين اللي فاتت يا سعادة البيه عانينا الأمرين من موضوع الميه ده، والبلد عايزه انتاج، واحنا والحمد لله زراعتنا احسن زراعه. ادونا حقنا في الميه نديكم محاصيل ما حصلتش، ولا ايه يا رجاله؟ مظبوط يا زاهية، صح. حاضر حاضر من عينيا. كتر خيرك يا بيه، ادعوا لسعادته، ربنا يخلي سعادته للخير. ربنا يخلي سعادته للخير. مساء الخير يا سعيد. مساء الخير يا بابا.